انا قلت كفايه بقى مشاوير على المطاعم وصرف كتير، عشان كان لازم اوفر عشان اجيب حاجات مهمه قوي في حياتي. ومن الحاجات اللي كنت مضيعه عليها فلوسي هي شوربه المشروم. وبعد محاولات كتير عرفت اوصل لاكتر طريقه مظبوطه زي المطاعم بالظبط، ويمكن احلى كمان. يلا بينا، هنجيب حله نحط فيها شويه زيت زيتون او زيت عادي، وننزل بمعلقه زبده، وهنحط عليها المشروم يكون متقطع ومتنضف. هنفضل نقلب فيه لحد ما يبقى لونه بني ونتأكد ان هو نزل ميته تماما. هنشيل 3/4 المشروم ده على جنب، هنحتاجه في الاخر. والباقي هنحطه دلوقتي بعد ما حطيت البصل والثوم، ونفضل نقلب في البصل لحد ما يبقى لونه بني برضو. ونرجع ننزل عليه المشروم تاني. ليه ما قلبتش البصل مع الثوم مع المشروم؟ عشان المشروم ممكن يتحرق مني، عشان هو من الحاجات اللي بتستوي قوي بسرعه. بعد كده هننزل عليه بشويه شوربه وشويه ملح وفلفل ورشه جوز الطيب، ونقلبهم ونغطيه ونسيبه ياخد غلوه على النار لمده 10 دقايق، يكون على نار متوسطه. بعد كده هنضربه بالهاند بلندر، او ممكن انقله في الميكسر بتاعتي وارجع احطه تاني في الحله. لو حسيته تقيل ممكن نزود ميه او شوربه. بعد كده هحط المشروم اللي انا كنت شايلاه على جنب، واخر حاجه بحطها هي الكريمه واغطيها واسيبها تاخد غلوه لمده 10 دقايق تاني على النار. مفيش ولا احلى ولا اطعم من كده شوربة مشروم زي المطاعم بالظبط، بطريقة اسهل من السهولة وطعمها يامي قوي.